السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي المغربة فين ما كنتو، داخل المغرب خارج المغرب، كلكم كنبغي لكم الخير والتيسير لهنا راحة البال. ان شاء الله تكونوا ما عمركم تضروا وما عمركم تظلموا، لان الظلم حرام والظلم صعيب وما تيقدر عليه حتى شي واحد، وربي سبحانه وتعالى حرمه باش يكون بيناتنا. والقسوة، قسوة القلب صعيبة بزاف. الانسان كيكون قاسي القلب تيقدر يصدر منه اشياء كثيرة. شكرا تعليقاتكم، شكرا لمساندتكم لهذه القناة المتواضعة جدا. شكرا لتعليقاتكم، شكرا للإخوان والأخوات اللي التحقوا بقناتي، مرحبا وألف مرحبا، واللي كانوا ألف مليون مرحبا. كيف ما كان قلت لكم شحال هذه حنا صوت سعاد، واخا انا شحال هذه ما هضرت على قضية سعاد الله يرحمها، المرحومة المظلومة المكسورة القلب اللي ماتت مسكينة وماتت بالسم. كنت كنقول لكم هي كانت ما عندهاش صوت، ما هضراتش، ما تكلماتش، ما دافعتش على راسها، وحنا اليوم كندافعوا عليها وباغيين حقها كامل ومكمول. وكل واحد اللي ظلمها وتعدى عليها انه ياخذ الجزاء ديالو. وكتبان لنا في الفيديوهات ديالهم والمباشر ان ذنوب سعاد وصلهم الحر، غير هما باقيين ما حاسينش. ان شاء الله نهار يبغي ربي سبحانه وتعالى اللي خرج قضيتها للعلن، وخرج قضيتها ولات قضية رأي عام، والناس كلهم تيقولوا الله يرحم المرحومة، لأنها كانت إنسانة وفية وكانت طاهرة وكانت إنسانة قابلة على داك الشيء اللي عطاها الله، وكانت إنسانة بغات العيش الكريم، بغات تكون مستورة هي وبناتها. توحمات في خفاء، ولدات في خفاء، في صمت. واش كانت مدلعه ما تنظنش، لانها كانت ما عندهاش ظروف العيش ملائمه، ما كانش كيتعامل معها زوجها مزيان، عائلته كذلك، حماتها ما كتعاملش معها، لان كاع القضيه احنا عرفناها، واختها عوداتها وامها عوداتها وخوتها سمعناهم وعمتها، لان احنا مشينا عندهم العين المكان وعرفنا كيفاش كانت عايشه هذيك السيده، هذيك كيفاش كانت مقهوره. واليوم هي عند الله سبحانه وتعالى اللي غادي يعوض لها كل ما ضاع لها ان شاء الله، واللي دار فيها شي حاجه الا وغادي ياخذ الجزاء ديالو. كيف ما قلت لكم، حملات وولدات وتوجعات، ولكن ما كانش عندها تسمع الشكل ما زوينه. اليوم كنشوفوا فيديوهات ديال الزوجه جديده انها فشه وعندها قيمه قدام واحد السيد اللي ما كانش عاطي قيمه للمراه الاولى ومات ولادو، كانش عاطيها قيمه. الشيء اللي ما كيديرش الخير في المراه ما عمره غيديرو في الثانيه هي ما هي الا واحد الطعم دايرو باش كياخد فيه الفلوس وكيدخل فيه المصاريف. هو همه هو الفلوس، ما همه لا مرأة لا ولاد، لا شنو غيدخل المبلغ اللي غيدخل في الشهر، شنو غيدخل ليه. الكرامة ما كيناش، الإنسانية ما كيناش، كما كنقول لكم قسوة القلب قاصح وصعيب أن تشوف بحال هاد المناظر اللي كيألموا كيقزوا. وحنا كيف ما كنقول لكم دائما، حنا صوت سعاد الله يرحمها ما نسيناهاش، انا اصلا ما نسيتهاش، لان كانت عندي ظروف خاصه. الانسان راه عنده مشاغله في الحياه، راه ما يمكنش يقابل غير العالم الاحمر، ولكن دائما في بالي دعيت معاها وترحمت عليها. وفي ذاك المقام ديال سيدي ربي وقبر النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفتش، ولكن حضرات لي في واحد الوقيته ودعيت معها، لأن حسيت بأنها مظلومة، حسيت بأنها قصات وعانت في صمت. كانت ما عندهاش الحق، وهي ميتة الآن، وراه غادي تكون روحها ترفرف وكتشوف أن واحد الزوج اللي ما كانش كيعاملها، ولد خالته ودم واحد ما كانش كيعاملها، واليوم كيفاش كيتعامل مع واحد الإنسانة جات جديدة اللي ما طولاتش معاه بزاف، والسيدة الأخرى 14 عام. عندما تظنون أن هاد الناس أوفياء، هاد الناس هادو عندهم صدق،
أنا لا أظن أنهم عندهم صدق وعندهم وفاء، كاينش، لأن السنين هي اللي كتبرهن وهي اللي كتوريك هذوك الناس واش فعلا عندهم واحد الإحساس والمصداقية وما يخونوش. لا ما كاينش، ما فيهم حتى حاجه، ما فيهمش ريحه هذا الشيء، ما كايناش. اما على الام ديالو هي الا كانت شي حاجه وكانت كتعانيها هي في صمت الان، يعني ما تنساش بان كانت في يديها واحد الانسانه اللي ما تعاملتش معاها مزيان. كل واحد تيودي، قالك اللي درتي يدي تودي، غيودي. كل واحد كان سبب هاد السيده هذه في انها تظلم، انها تقاسي 14 عام مع واحد الزوج اللي كانش معترف بها. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان سعاد الله يرحمها تاخذ حقها، وكاع الناس اللي مظلومين ياخذوا الحقوق ديالهم، لان يا مظالم كاينين من قسوة القلب. الانسان ما عندوش ضمير، ما كيحش بالانسان الاخر، كيحسبه بحال ما ساوي والو وما عندوش الحق عليه. يعني هو ما عنده لا احساس لا روح لا والو، هذاك زايد ناقص، يعني يدير فيه هو ما بغى. هادشي اللي شفت هذه القصه هذه مؤلمه، قصه حقيقيه مؤلمه انسانيه، لان ما لا غبار عليها. لان كتشوف واحد المراه 14 عام قصت مع واحد الراجل، ولدت معاه بنات، ما كاش كيعتبرها، ماتت في ظروف غامضه. قسوه القلب كقضيه ايمان، قسوه القلب. تشوف وحده تكرفصات على البنات، اش غنقول لك؟ وقد خاب من حمل ظلمه. مشينا عند الله وانسان حامل الظلم لواحد اخر قاسي عليه، ان الله سبحانه وتعالى راحنا كنخطئوا وربي تيحن فينا، كيحن فينا، حنا خاطئين وكيحن فينا، تيقصاش علينا، كيعطينا عاوتاني مهله اننا نرجعوا راسنا واننا نعرفوا خطأنا، كيقصاش علينا. لكن قسوة القلب اللي ربي سبحانه وصفها قسى من الحجر. كاينين الناس انا كتشوفهم الان، كتشوف هو الان كيخرج كيضحك وتيعبر مع الزوجه الثانيه وعنده عائله مراته، كيشوفوه ويتبعوه محروقين على بنتهم. بنتهم اللي ماتت في ظروف غامضه، ما قالت ليهم، ما قالوا ليها، كانت مغلوبين على امرهم. حيت علاش كيتعرضوا هاد الناس هكا؟ لان كيكون ما عندهمش الفلوس والفقر وجناحهم مكسور، واللي كيخلي بحال هاد الناس هادو يبقى عليهم هاد الشيء. هو راه غادي يمشي شي وحده عندها عائله نيت توقف ليه وتندمو، ما غيقدرش يدير لها بحال هكا، غادي يحترمها. خوتي المغاربه كنتسناو قضيه سعاد بفارغ الصبر، وحنا صوتها اليوم. نحن عايشين في هذه دار الباطل وهي في دار الحق. صوت سعاد الله يرحمها نهار غادي تاخذ حقها غادي يكون عندنا هذاك هو النهار الكبير. انا ما غنقول ليه لا انت قلوش ولا انت دائر ولا فاعل، لا يهمني، ولكن انظر اليه من الداخل. ارى القسوه، ارى الغلظه، ارى انه ما عمر تعامل مع ذاك المراه مزيان، ما يمثلش علينا. خوتي المغاربه هكا حطيت لكم هذا الفيديو. انا كنتمنى لكم كل الخير والتيسير ولهنا وراحة البال. شكرا على تعليقاتكم، خليوا لي التعليقات ديالكم تهمني كثيرا. ولا درت شي عنوان باش نجلب فيه المشاهد او باش يشوف الفيديو ديالي، ماشي عيب، لان هذه كذبه بيضاء وانا كنقولها لكم. كنحاول انني ندير العناوين صادقه، لا داعي انني نكذب، ولكن باش تشوف الفيديو ديالنا ويوصل صوتنا، بارطاجيو، شاركوا، ديروا لي لايك، ديروا التعليقات ديالكم، ما تنسوش المشاركه. جزاكم الله خير، هذا فضلا وليس امرا. خوتي المغاربه هكا حطيت لكم هذا الفيديو. انا كنتمنى لكم دائما الخير والتيسير ولهنا وراحه البال، وما عليا الا انني نقول لكم بقلوب صافيه ونية صادقة نلتقي. السلام عليكم.